الشخص الواثق من نفسه هو متولدش كده، ولا هو متميز في حاجة أو شاطر في حاجة بطريقة مختلفة عن اللي حواليه. هو ببساطة شخص مستعد لتجربة الرفض، الإحراج، النقد، أو أي نوع من أنواع المشاعر السلبية اللي بتخوفنا. معظمنا بنحاول نتجنب الألم. الخبراء بيقولوا إن المشاعر البشرية بتستمر أو بتفضل لمدة 90 ثانية قبل ما يتغير شكلها. 90 ثانية بس في يوم فيه 1400 دقيقة. عمرك سألت نفسك إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي لو قررت أجرب الحاجة الجديدة اللي مخوفاني دي، أو قلقان إن هي تسبب لي إحراج مع اللي حواليا؟ شعور سيء، ولكن شعور مؤقت مش هيقضي عليك لا قدر الله. يعني أعتقد إن إحنا نقدر نتحمل ال90 ثانية دي. الشخص الواثق من نفسه عارف إن التجربة دايما تستحق المخاطرة، أو يمر بيا مشاعر سيئة أو غير مريحة لفترة مؤقتة. لما بتخاطر وبتحاول تخبط على باب معين، وارد جدا إن الباب ده يتقفل في وشك وتحس بمشاعر سلبية وسيئة، ولكن وارد كمان إن الباب ده يتفتح لك ويجيلك منه أكتر ما كنت بتتمنى. فأعتقد إن ده يستحق منك المحاولة دايما. لازم تبقى مدرك كويس إن الحياة تتفتح لك أكتر لما يبقى عندك تقبل إنك هيمر عليك بعض المشاعر السلبية. وفكر فيها كده، هل هتكون فخور بنفسك أكتر علشان اخترت الراحة والتجنب، ولا لما اخترت المخاطرة والمواجهة وعدم الراحة؟ ودي تعتبر واحدة من أهم الطرق اللي هتساعدك إنك تعيش حياتك من غير ما تبقى ندمان، لأنك بالفعل حاولت. الكلام اللي قلناه النهاردة من كتاب اسمه قوة البساطة. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.